وانتوا يعني لازم تتريقوا عليا؟ مش تشوفوا انا عملت ايه وبعدين تحكموا؟ دي اخر حاجه، او زي ما انتوا شايفين اهو، بس هو عشان دايس عليه يعني كده. الحمد لله الحمام تعافى من السالمونيلا. اكتشفت المرض لما جيت اكل في الحمام، كان الذكر بياكل من الاكاله، لكن النتايه في كورنر لوحدها او على جنب رافضه الاكل، فجيت امسكها لقيت الجناح ساقط خالص، ودرجه حراره الجسم كانت مرتفعه خاصه ناحيه الجناح، يعني كده سخنه. ابتديت اول خطوه ان انا اعزل النتايه عن الذكر، وعرضتها في مكان فيه شمس، وبالنسبه ان هي ما كانتش بتاكل نعمت الكلفة علشان تقدر تهضم الأكل بسهولة وما ترجعهوش. حطيت كلفة ناعمة وابتديت أأكلها بإيدي، وربطت طرف الجناح علشان يلتئم بسرعة أو يساعدها على الحركة من غير أي أذى ليها. وبالنسبة للمية برضو كنت بدلها في الفم نسبة بسيطة بالسرنجة. هنيجي بقى للعلاج اللي أنا استخدمته، وهو استخدمت الفلوموكس، وكان عندي ال500 قسمته على مرتين، ومع ده لازم تدي مانع للإسهال ومطهر معوي. تقدر تستخدم الأنتينال أو الفلاجيل، بس هم خلصوا معرفتش أعرض. طبعا الفرد اتعالج بسرعة لأني لحقته في الأول، لكن لما بيوصل لمرحلة متأخرة او ان المرض انتشر عندك في مجموعة من الحمام، يبقى ممكن تستخدم الكوليبريم او تستخدم السيفوتاكس، ودول مضاد حيوي عشان يجيبوا مفعول اقوى عندك.